الدكتور قال لي ارتاحي، بس البيت طبعا مش هينضف لوحده. انا في نص السابع وعندي سكر حمل، وعندي توأم سنة و9 شهور، وبرضه واقفة وبغسل المواعين وبستعد عشان ارتب النيش. بس على مهلي بقى، عشان صحتنا اهم من اي حاجة طبعا، وصحة البيبي اللي في بطني اهم من اي حاجة. النهاردة بقى هوريك انا بعمل ازاي النيش من غير ما اجهد نفسي، بطريقة سهلة كده، من غير تعب ومن غير ما تشيلي وتحطي. انت بس هتحتاجي حاجة واحدة بس، ان حد ينقلك المية ويجيبها لك لحد عندك، وهنغسل مع بعض ان شاء الله النيش، وهيكون يوم سهل. الحمد لله بحاول اظبط كده في سكر الحمل، وان شاء الله رمضان داخل وهيتظبط. يعني الدكاترة قالوا لي ان انت لو صمتي وانتظمتي الدنيا هتتظبط معاكي. كان سكر، عملت اخر تحليل كان السكر الصايم 72 والفاطر 128. الحمد لله. كان قبلها كنت عامله الفطر الصايم كان بس 113 من فتره، يعني عملته كان 113 الصايم، والفطر كان 100 تقريبا 150 160 حاجه شبه كده يعني. فهو تقريبا السكر الصايم بتاع الحامل لازم يكون اقل من 95، والفطر اقل من 140 بعد ساعتين، ومن 120 بعد ساعة. بس الحمد لله، يعني انا بحاول احافظ على الاكل قد ما اقدر، بس مشكلتي انا بحب الحلويات وبحب الاكل، بس يعني ايه صحة البيبي اهم طبعا، والله مش عشان يعني عشان بس البيبي، لان بيقولوا ان لو لا قدر الله ممكن يحصل لها حاجة يعني بسبب السكر وكده. فبحاول كده ايه مع برضو حركة بسيطة برضو بتحرق معايا يعني. وباخد البرشام السلوفاج عشان يظبط معايا. هو ظابط الحمد لله يعني، بس لما بعك في الاكل الصراحه بيظبطش. وانا ابتديت ان انا ايه كنت بظبط دي الاوضه دي انا حاطه فيها الغسيل يعني بلمه، بس الحمد لله يعني جوز الله عليه. كان في دولاب قديم بتاع حماتي تحت، طلعناه ونحط فيه هدوم الولاد والهدوم الزياده عليا. مش برضه احط، لان انا عندي معظم الدولاب فاضي لان هو جرار، فما ما بحطش هدوم من تحت عشان الولاد بيبعتروها في الصوله. فده دولاب كان بيتقفل فجبناه من تحت. وهنا بقى ابتديت افضي النيش، بس انا بفضي بقى ايه ضرفة حتة حتة، بحيث ما اجهدش نفسي وما اتعبش نفسي. وكنت اعمل شوية وارتاح شوية لحد الحمد لله بخلصته. طبعا ده كان بعد ما خلصت طبعا ايه مصالح البيت، المواعين والغدا والعيال، شفتهم وغيرت لهم البامبرز واكلتهم كويس وبقوا تمام. باباهم بقى خدهم ونزل، وانا ايه ابتديت في النيش على طول. جبت بقى ايه حاجة كده حطيت فيها مية. هو اصلا يعني هو مطرب بس مش محتاج حاجة، بس فكرة ان هو مطرب دي بتتعب نفسيتي، لان هو كان مطرب جامد، فكنت لازم ان انا ايه اغسله. حطيته بس في مية كده، وجبت اللي هي المايكرو فايبر، اللي هي الفوطة المايكرو فايبر، وكده ايه بنشفهم عشان احطهم على طول. وجبت بقى مثلا عباية او الاسدال بتاعي يكون نضيف، حطيت عليه عشان تصفي عليه عشان ما نعدمش الارضية. انت طبعا بعد ما بتخلصي بتكوني تعبتي، فمش هتقدري تعملي حاجه. يعني انا عن نفسي مش هقدر اعمل حاجه تاني، هو يا دوبك النيش اللي هيخلص، مش هقدر امسح ارضيه ولا حاجه. فبحاول اي قدر الامكان ان انا ما اعدمش الدنيا حواليا. وكملت بقى باقي النيش. انا كنت بوريك ان هو مطرب جدا، يعني كان مليان تراب، لان كانت دي فتره جامده ما نضفوش اصلا، فهو كان مطرب يعني لدرجه ما تتوصفش، فكان لازم ان هو يتعمل. بس بقى ابتديت ايه احوش الكوبايات هنا، ولمع الازاز وكده عشان لما اجي احطه يبقى نضيف. ما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتضغطي لايك لو عجبك الفيديو. يا ريت يا جماعه نعمل لايكات كتير عشان نرفع كده القناه مع بعض ونكبر مع بعض. والله نفسي اوصل لمتابعين كتير كده. أنا لسه القناه يعني الحمد لله 108 رقم كويس، بس انا نفسي يعني القناه تكبر اكتر من كده يعني، وبحاول استمر يعني ان شاء الله. ده بيحفزني ان انا انضف الشقة واعمل
آه انا الصراحه مش يعني ما كنتش بنضف باستمرار، ومش بعمل تنظيفات عميقه على كل فين وفين، يعني مثلا كل سنه مره ولا حاجه. بسبب ان التوأم كانوا صغيرين فما كنتش بعرف اسيبهم. حياتنا يعني ايه فكره ان انت تبقى معاكي توأم كده و آه صغيرين، وانت معكيش مثلا والدتك قريبه منك او حماتك. حماتي الله يرحمها ماتت قبل ما تشوف عيالي يعني، الله يرحمها ويسامحها. ففكرة انت تبقى قاعدة لوحدك كده حياتك هتبقى مش متظبطة، حتى على الأقل أول كام شهر كده. بعد التمن شهور يبدأوا بقى يناموا بانتظام شوية وكده، فبتحس ان انت حياتك بدأت تستقر شوية. لكن في الأول كده لما بتلاقي ان نوم متقطع كده ما بتعرفش تعملي حاجة طبعا. لو عملتي بتعملي حاجات كده على الواقف وخلاص عشان تخلصي. فهو ما يدوبك دلوقتي ابتديت من ساعة ما ابتديت كده ان انا يكبروا شوية ويناموا فترات طويلة. وان انا بقدر مثلا اقوم قبلهم بساعة ولا حاجة ولا ساعتين. الدنيا بدأت تظبط معايا. بس تقريبا هعيد نفس الحوار تاني لما اجيب البنوتة ديت، وهصحى برضه مش هعرف اصحى قبلهم بكام ساعة. بس هوديهم الحضانة، يعني انا مقررة ان شاء الله هما كده هيكملوا سنتين لما انا اولد. فان شاء الله كده هوديهم الحضانة. وانا والبنات نشوف حياتنا هتبقى عاملة ازاي. ان شاء الله تبقى سهلة يعني وبسيطة، ما يبقاش فيها حاجة يعني. ادعوا لي بقى كده ربنا يقومني بالسلامة يا رب، ويعدي رمضان على خير، ويبقى رمضان جميل، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وانا على فكرة لسه برضو رمضان خلاص يعني يوم الاربع بس، وما لسه ما خلصتش حاجات كتيرة يعني. هو كده فاضل لي البلكونة والبيبان عايزة تتغسل، والركنة، وحاجات كتير يعني. ان شاء الله ربنا ايه يعيني يعني كده، واحاول اخلصهم حتى لو ما خلصتهمش قبل رمضان عادي يعني. ممكن وانا في رمضان اعملهم، يعني ايه المشكلة يا جماعة؟ مش لازم نضغط نفسنا ونيجي على نفسنا ونعمل كل حاجة يعني. انا بشوف حاجات غريبة على على النت الصراحة. فده اللي شجعني ان انا اعمل قناة واقول لكم يا جماعة ان مش اكيد مش كلنا كده، مش كلنا بنقوم نقلب البيت ونهبده ونعمله، خصوصا لو معاكي اطفال يعني اكيد مش هتعرفي تعملي ده كله. في ناس بتأفور جامد يعني، ربنا يهديهم يعني. فانا لا بقى انا بعمل على قدي. واهم حاجه صحتنا يا جماعه، احنا يعني صحتنا اهم من اي حاجه. لما تتعبي وتقعدي وترقدي في السرير، مين هيهتم ببيتك ومين هيهتم بولادك؟ مين هيكمل يعني؟ وبعدين انا عندي اولويات، يعني لازم الاكل يكون جاهز والمطبخ نظيف وعيالي واكلين ومغيرين البامبرز والدنيا تمام، والشقه الى حد ما متنظمه. بعدين ابدا اشوف الحاجات اللي يعني مثلا الحاجات اللي هي مثلا زي تنظيف العميق للبوتاجاز، التنظيف العميق للسلم. مش كل يوم الواحد بيحوش السجاد مثلا ويكنس ويرقي ويعمل. لا يا جماعة الحياة مش كده يعني. أكيد مش مقضين حياتنا كلها تنظيف يعني. ما احنا لينا حياة برضو وعايزين نعبد ربنا يعني. مش الحياة مش كلها تنظيف وعميل في البيت. وفي ناس يعني أنا بستغرب الصراحة يعني. مش عارفة هما بيعملوا كده ازاي، أو هما مثلا عشان ده شو مثلا او ايه، مش عارفة الصراحة، الله اعلم. بس ممكن يكون في ناس كل حياتها كده يعني، في حياتها تنظيف ورغاوي بس تقريبا ممكن يكون اللي مثلا ولادهم كبار شوية، اكيد مش اللي عندها عيل لسه سنتين او سنة ونص يعني. بس وانا بقول يعني ان الواحد يعني يعمل على قده وعلى قد صحته. اهم حاجة بيتك يبقى نظيف ومش مكركب مش زريبة يعني. اهم حاجة ان هو ال- البيت يكون مش دايما، ما فيش بيت دايما نظيف. ده البيت اللي دايما نظيف ده يبقى ما فيش حد قاعد فيه يعني. لكن البيت اللي هو طبيعي، يبقى انا قعدت في الصاله يبقى الصاله مكركبه، قعدت اكلت النهارده عملت طبيخ يبقى في مواعين في المطبخ. كل ده بياخد وقت ومجهود، غير ان انت عايزه تقعدي مثلا مع اولادك شويه، عايزه تقراي لك شويه قران، عايزه تحفظي قران، عايزه تعملي، عايزه تاخدي وقت لنفسك. تمام. اكيد مش كلنا 24 ساعه يعني ايه بننظف يعني. فالواحد بيحاول يتشجع كده. التنظيفات العميقة جميلة يا جماعة، وتحسسك ان البيت يعني كده نظيف بيتنفس يعني. بس مش دايما، مش يعني بنحاول نرتب وننظم نفسنا وما نجيش على نفسنا برضو، لان صحتنا النفسية والجسدية اهم من اي شيء.
هتيجي علينا فترات مش بننضف، مش بنقوم، مش قادرين. بس ده ما يمنعش ان احنا مش نضاف يعني في بيتنا، احنا ناس نظيفة وكل حاجة زيكم، بس مش بنضغط نفسنا ومش بنتعب نفسنا، لان احنا نفسيتنا وجسمنا اهم. وطبعا ايه، بدنك عليك حق، فاحنا لازم ندي جسمنا راحة، ونكون بنحافظ على صحتنا. لان حرفيا انا ساعة ما قبل ما افتح القناة دي انا فاتحاها من شهر ونص، انا كنت بشوف الفيديوهات بتعقد يعني الصراحة. هي واحدة ممكن تجيب لك الروتين بتاعها في اليوم، عملت حاجات يعني، وبيبقى عندها توأم. زي ان مثلا كنت بتابع مثلا واحدة عندها توأم بتعمل حاجات غريبة في اليوم. طب انتي، انا ما بعرفش اعمل ربع اللي انتي بتعمليه، طب انتي بتعملي ده كله ازاي؟ يعني انتي بتعملي مثلا، بتجيبي ده كله، بتروحي وتيجي وتنضفي وتغسلي وتطبخي وعيالك معاكي، طب ازاي يا جماعة؟ لا، ما انا ما قارنش نفسي بيها. ليه بقى؟ دي ممكن يكون معاها مثلا مامتها، باباها، اخواتها، بيساعدوها مثلا، او عندها حماتها، لكن انا ما كانش معايا حد. فانا جات لي فتره كده اكتئاب، قلت لا بقى، انا مش هسمع الكلام ده تاني. وان شاء الله يعني ايه، احاول ان انا اعمل كده. هي ممكن تكون بعد ما اكتشفت بقى ان المونتاج وكده، فاكتشفت ان هم ممكن يجمعوا، يعني انا ممكن اعمل كذا فيديو واقول انا عملت كذا حاجه في نفس اليوم، وهي متبقاش عامله نفس الحاجه، يعني كذا حاجه في نفس اليوم. ممكن تكون عملت اليوم ده مثلا حاجه وصورت، وتاني يوم عملت حاجه، او بعدها بالليل عملت حاجه. يعني اكيد هي مش بتخلص ده كله. بتصحى مثلا 9 الصبح، طب انت بتصحي الساعة كام لما انت بتخلصي ده كله؟ فسبحان الله، ابتديت ان انا ايه، افهم يعني الدنيا. ويا جماعة ما نحاولش نقارن حياتنا بحد، حتى لو هي صادقة في الموضوع. انا ما بقولش ان هي كداب او مش بكدب حد، بس بس ممكن يكون هي ظروفها غير ظروفي. يعني انا مثلا صحتها غير صحتي، احنا مش زي بعضينا. يعني اللي يقول لك لما ستات البيوت كلها بتعمل، مهما ايش دي صحتها غير صحتي. انا فيا مثلا عندي امراض معينه، انا صحتي مش عارفه ايه. هو الكسل مش حلو، بس ده مش معناه ان انا اقارن نفسي دايما بالناس، او ان انا اقول لا دي بتعمل انا لازم اجي على نفسي واعمل. لا يا جماعه، احنا كل واحد ليه شخصيته وليه صحته وليه حياته. بنعمل على قد ما بنقدر وكده، بنحاول نشجع بعض وان بعض نصايح. وما تنسيش بقى تصلي على النبي في الكومنتات، وتضغطي لايك عشان نرفع الفيديو. انا نفسي القناه توصل لعدد كبير، وان شاء الله كده يبقى عندي متابعين كتير. ساعدوني يا جماعه نوصل بقى ايه، لعدد متابعين اكتر. وما تنسيش بقى ايه، تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتضغطي لايك لو عجبك الفيديو. اضغطي لايك كتير بالله عليكي يعني. ربنا يعني يكرم اللي تضغط لايك ان شاء الله، كده تعمل عمره قريب باذن الله. وانا بقى انا كنت خلاص خلصت. كنت برتب، يعني انا كنت دايما حاطه حاجه، يعني كنت بخلي جوزي هو اللي يملى الحاجه ويفضيها، عشان طبعا انا مش هشيل تقيل. فانتي حاولي تعملي كده، زي ما بهدلتش الدنيا والنيش عدى كله، وعملت كله في ساعتين او ساعتين ونص، يعني ما خدش مني وقت كتير، وسهلت عليا ونفسيتي اتحسنت. فانا انتي لو حامل زيي وحالتك زي كده، اعملي زي، هاتي مثلا طشت، حطي فيه ميه، اشطفي فيه. وهو مش اكيد النيش، مش احنا مش بناكل فيه يعني، فهو يبقى ترابه بس، هتشطفيه من الترابه، وتجيبي سبونجه كده، سبونجه جنبك، وتشطفي وتعملي. والدنيا ان شاء الله ايه هتمشي معاكي، وهتحسن نفسيتك، مش هتحسي ان انت مقصره، تحسي ان انت عملتي انجاز ويومك هيبقى جميل يعني. انا كنت مبسوطه جدا فعلا ان انا خلصت النيش، حتى لو مش كله. يعني هو في كماله الصراحه، في بوفيه، بس انا مش هعمل بوفيه، ممكن اعمله على العيد، لان في حاجات تانية محتاجه اعملها. اللي في الوش بس اللي باين هو اللي عملته، بس انا عزمت حد جه عندي وكده، وخصوصا كمان انا بعمل عشان الولاده.